من بداية إعلانها اعتزال السياسة في سنة 2019 وحتى وقتنا ده، مع كل تنازل بيقدمه زعيم عربي للكيان الإسرائيلي، بالأخص فيما يتعلق بصفقة القرن واللقاءات السرية، يتصدر اسمها المشهد كواحدة من أهم أسباب أوراق الضغط، ليس لكونها مسؤولة إسرائيلية سابقا، ولكن لأنها واحدة من أهم عميلات الموساد الإسرائيلي. تحدثت عنها جرايد عالمية ووسائل إعلام كتيرة عن ممارستها الرذيلة مع زعماء عرب وتصويرها للعلاقات الحميمة دي بغرض ابتزازهم. فملف وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني من بداية عملها في الموساد الإسرائيلي لحد ما حصلت على أعلى المراكز في الموساد وقيادة إسرائيل يدل على إنها واحدة من أهم وأشهر عملاء الاستخبارات. فمن وقت ما تم تكليفها جمع المعلومات عن مسؤولين ورؤساء عرب، بدأت العمل كخادمة في باريس، وخاصة في الشقق المستأجرة أو المملوكة لزعماء العرب. ومن هنا بدأ تسريب المعلومات اللي تم تسريبها. فتسيبي ليفني عميلة أوروبا بعد ما أنهت خدمتها العسكرية في الجيش برتبة ملازم أول، بدأت العمل في جهاز الموساد واشتغلت لصالحه في أوروبا. بعدها تقربت أكتر وانضمت للصفوف الأولى للمخابرات الإسرائيلية، وده كان من خلال صديقة مقربة ليها اسمها ميرا غال، خدمت في جهاز الموساد ما يقرب من 20 سنة. فمن بداية سنة 1980 وحتى سنة 1984 قامت تسيبي ليفني بمطاردة قادة منظمة التحرير الفلسطينية في كل حتة داخل أوروبا. واستغلت ليفني إجادتها للغة الفرنسية في جمع كافة المعلومات عن القادة العرب في أوروبا. وأثناء عملها في باريس في بداية الثمانينات كانت بتمارس عملها الاستخباراتي تحت غطاء خادمة في الشقق المملوكة والمستأجرة لقادة العرب. فذكرت بعض الصحف الأوروبية والعربية إن ليفني كان مهمتها تتلخص في نقل كل المعلومات المهمة والمتاحة وإقامتها لعلاقات حميمة مع الرؤساء والقادة العرب وتصويرها. فما زالت لحد الآن إسرائيل بتستفيد من الفيديوهات الإباحية اللي قامت تسيبي ليفني بتصويرها في ابتزاز المسؤولين العرب والحصول على تنازلات منهم. ارتباط ليفني بمصطلح مصيدة العسل. من بداية سنة 2012 بدأت وسائل إعلام عديدة نشر تسريبات عن ممارسة تسيبي ليفني الرذيلة مع قادة عرب. لكن بعد ما أعلنت تسيبي ليفني انسحابها من العمل السياسي، قالت تقارير وصحف إعلامية تصريح لتسيبي ليفني من خلال صحيفة التايمز البريطانية أن ليفني لا تمانع ممارسة الإباحية أو القتل إذا كان ذلك يصب في مصلحة إسرائيل. وعلى الرغم من أن الاعترافات دي تم إثبات إنها مفبركة، لكن ليفني أكدت إنها كان ممكن تفكر في أي حاجة وتعمل أي شيء من أجل إسرائيل. نفس التوقيت طلعت فتوى من حاخام مشهور اسمه أري شيفات أجاز للإسرائيليات ممارسة الإباحية مع الأعداء في مقابل الحصول على معلومات لإسرائيل. وعشان كده تم الربط ما بين ليفني ومصطلح مصيدة العسل، وده مصطلح بيطلق على المهام الخاصة اللي بتقوم بيها نساء الموساد أو الإسرائيليات من خلال توددهم من الشخص المطلوب أو المستهدف، وبتوصل لدرجة قتله إذا تطلب الأمر. مين هي شولا المثل الأعلى لليفني؟ وصل بعض تسريبات للموساد الإسرائيلي عن ليفني أن الجاسوسة الإسرائيلية شولا كوهين هي واحدة من أهم المثل العليا لليفني، وده لأن شولا كوهين من أهم وأكثر الجاسوسات اللي أقاموا علاقات حميمة
مع قادة عرب، خاصة مع المسؤولين اللبنانيين، وده ساعدها في إنها تقوم بفتح محل لبيع الخمور في إحدى شوارع لبنان. وبعدها قامت بإنشاء بيت دعارة في نفس الشارع عشان تستدرج فيه مسؤولين سياسيين وتحصل منهم على معلومات مهمة سرية للغاية. وبين الأعوام 1950 و 1960 نشط عمل شولا كوهين. فبخلاف التجسس لصالح إسرائيل، كانت بتقوم بسرقة البنوك وتهريب أموال اليهود لإسرائيل. كانت معكم جنى العمري في برنامجكم مع جنى.